بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهداف مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر. حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 24 من عمر المسابقة الدوري المصري الممتاز. افتتح التسجيل للزمالك سيف الدين الجزيري في الدقيقة 34 من عمر المباراة، قبل أن يأتي الرد سريعا عن طريق محمد صادق لمودرن فيوتشر في الدقيقة 41 في اللقاء الذي جمعتهما اليوم الخميس. بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز ال13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة بعدما خاض 16 مباراة وفاز في 7 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 24 هدفا واستقبلت شباكهم 16 هدفا آخر، بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة بعدما خاض 22 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفا واستقبلت شباكهم 18 هدفا. هذه كانت أهم الأخبار الرياضية للزمالك ومودرن فيوتشر، ولا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد، ولا تنسوا أن تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظرونا في فيديوهات أخرى.